كتير من الناس لما بتيجي تتمرن كتف خلفي بترفع المستوى لفوق وتمسك الروب وتنزل بيه لتحت. في منهم بيعمل ثاني وفرد المرفق. ثاني والفرد ده بيستهدف فيه عضلات التراي، لان انا شغلت المرفق بتاعي ثانيته وفردته. وفي ناس بتشتغل ترجع وتسحب لفوق وترجع وتسحب لفوق. ده خطا. مفيش حاجه اسمها بعمل استطاله للعضله. العضله ليها طول معين بتتحرك فيه. لما بستهدف عضلات الكتف الخلفي او عضله الكتف الخلفي بدايتها في الاسكابولا ونازله ماسكه في الهيومرس، انا بودي لوح الكتف ليها. طب الافضل ما امسكهاش من فوق، لان هي نازله من هنا في العظمه وماسكه تحت هنا. فبنزل دي لتحت خالص هكذا، واقف كده هكذا، ده الستارت بتاعي، وابدا افرد وارجع، واحافظ ان الكوع بتاعي ما يتنيش وما يتفردش. الحركه جايه من مفصل الكتف فقط. العضد اتفرد راح ناحيه الاسكابولا او لوح الكتف، بالتالي العضله اتفعلت. مش بنزل للاخر خالص. قلنا كل ما هنزل للاخر اللاتس هي اللي هتنزل، هي اللي هتعمل الاسترتش، هبتدي ادخلها معايا. انا مش عايز اللاتس، انا عايز الكتف الخلفي من هنا جنب جسمي واطلع هكذا فقط. دي افضل وضعيه على الكيبل تستهدف الكتف الخلفي، ادفانسد شويه ولكنها افضل وضعيه. ايه تاني ممكن نقوله؟ تحياتي ايه في اليد.